هذه قصة واحد صغير عمره 15 سنة وشاعر. جالسين هو وابوها كل يوم بالبيت وسير عليهم خاله. الولد يوم شاف خاله قام وقهوة خاله وطلع بيذبح له. فجي الشايب صوته لولده وقال شوف التيس هذاك اذبحوا لخالك وعش. الولد استغرب قال يبا اذبح تيس والخرفان واجد. قال يا ابوي ذبح التيس للضيف منقود ما دام خرفانه معذب كثيره. الشايب حس انه وزع لولده وقام الشايب وذبح الطيب الخرفان من الخال الولد. تعشى خال الولد يوم بغى يروح يجي الشايب قال ترى الله عطاك جمل. وراح خال الولد خذ الجمل ومشى. يجي الشايب يلتفت على ولده وقال يا ورع خالك زارنا والله اعطاه حرا من احرار النصير. يجي الولد يرد على ابوه قال لسانك عطيته هرش مو ذيك برغاه خاله يعطاك ام العيون الكحيله.